باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. في النهاردة هنقول حكاية حصل أحداثها حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإزاي حصلت مشادة كلامية ما بين زوج وزوجة، والزوج اتعصب جدا وفي عصبيته قتل زوجته قدام بنته الوحيدة، وكان الموقف صعب جدا. لكن ربنا شوف عمل ايه مع البنت الصغيرة، رغم ان الأسرة دي أسرة غير مسيحية. زي ما هنعرف بالتفصيل قد ايه ربنا حنين وبياخد باله من ولادنا، وبياخد باله من كل واحد فينا حتى لو ما طلبناهوش. فديت يعني القصة دي هتستفادوا منها روحيا استفادة كبيرة جدا. لكن في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو دوت عشان يوصل لغيركم وياخد بركة ويانا. ولو بتتفرجوا علينا لأول مرة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل ما تقدمه. أما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف أحداث هذا الحادث من أوله. الحكاية في الأول بتبتدي عند أسرة غير مسيحية عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا انتوا عارفين انه مش لازم كل السكان هناك يكونوا مسيحيين، يعني في بعض منهم مش عارفين ربنا، وفي بعض منهم يعني مش بيؤمنوا بوجود الله أصلا يعني. فالأسرة ديت كانت مكونة من زوج وزوجة وطفلة صغيرة، وكانوا عايشين حياتهم عادي. انتوا عارفين انه في بعض منهم ممكن يشرب، يعني الامور دي عندهم كأنها عادية خالص. لكن عندنا حتى يعني الموضوع ده حرام وما يصحش انه اي حد مسيحي يشرب او كده يعني. لكن هم عندهم الحاجة ديت عادية. فالظاهر في يوم من الايام كان الزوج ده شارب ولا ايه، ورجع فبيكلم زوجته على حاجة. فهي يعني اتكلمت بطريقة مش حلوة وشدوا مع بعض، كلمة منه على كلمة منها، شد قصاد بعض. هناك طبعهم ممكن يمشوا بسلاح عادي ويكون في البيت أسلحة وكده. فمسك السلاح من جيبه وطلعه المسدس وقام ضارب زوجته بيه، وقعت ميتة في الحال. وكان واقف وشاهد المنظر ده هو بنته الوحيدة. لما الزوجة وقعت في الأرض الزوج حس بجنون، قعد يهز فيها قومي قومي، لقاها ما بتنطقش. ساعتها أدرك إن هو عمل كارثة ومصيبة. البنت عمالة تصرخ وتعيط مش عارف يعمل ايه. بدل ما يصلح اللي عمله بوظ الدنيا أكتر. إن هو يعني اتسرب اليأس لقلبه وسكنه عدو الخير. فمسك المسدس تاني ووجهه ناحية راسه وقتل نفسه. وهو كده عمل زي يهوذا، يعني عمل أخطأ ومرحش قال لربنا أنا آسف، فبقت الخطية خطيتين ومات هو هلكان في الخطية. عكس بطرس الرسول أخطأ أنه أنكر السيد المسيح. لكن الأحلى من كده أنه هو لما فاق لنفسه قعد صح يقطم في نفسه، ازاي أنا أعمل كده في المعلم، ازاي أنا أعمل كده، ده أنا مشيت معاه، أنا شفته هو بيقوم الموتى، أنا شفته هو بيعمل يخلق عيون الأعمى. لا أنا غلطان، ازاي أعمل كده من خوفي. لكن فضل ثابت وعنده رجاء انه لما يتقابل مع السيد المسيح يقول له انا اسف. وفعلا ده اللي حصل، واصبح القديس بطرس الرسول بنطلب شفاعته دلوقتي ومكانه حلو قوي في السماء. لكن هذا الانسان لما يخش جواه حتة انه انا مهما اعمل خلاص كده انا هلكت، ده بتبقى من عدو الخير، اللي هو يحسسك انت بتغلط وبتشتم كتير. ما تفكرش نفسك انك انت تقدر تبطل شتيمة، لا مش هتقدر تبطل. لا هو انت بنعمة ربنا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مثلا في شباب
تحت عادة شبابية انه يتفرجوا اي حاجة وحشة، يقول لنفسه ده انا مدمن الحاجة دي، ده ان ما كنتش اعملها كل يوم يبقى في حاجة غلط ولا يمكن ابطلها وربنا كده كده غضبان عليا. لا، ده تفكير عدو الخير بيصدره لأفكارنا. لكن في الحقيقة ربنا بيكره الخطية لكنه ما بيكرهش الخاطي. في أي وقت منتظر بس تقول له يا رب ساعدني أبطل الحاجة دي، حتى لو شرب سجاير، يا رب ساعدني أبطل شرب سجاير، يا رب ساعدني أروح المكان الوحش ده، يا رب ساعدني أبطل أصدقاء السوء ما أروحش معاهم في مكان تاني، يا رب ساعدني أبطل الحاجة الوحشة. ربنا بس مستني تقول من قلبك ومن قلبك يا رب ساعدني ما اكلمش الواد ده تاني، يا رب ساعدني ما اكلمش البنت الوحشة دي تاني. في ساعتها هيدي معونة. لما يلاقيك حقيقي من جواك صادق هيدي معونة. لكن الإنسان ده ما استغلش هذه المعونة وما استغلش حنية ولا طيبة قلب ربنا، وضرب نفسه بالنار ووقع جنب زوجته ميت. البنت طبعا كان في هستيرية عياط، طفلة صغيرة وقدامها أبوها وأمها سايحين في الدم وميتين. طبعا بره مفيش حاجة اسمها سمعوا صوت فالجيران تروح تشوف في ايه، ده في مصر الكلام ده، بره مفيش خالص الكلام ده يعني. إلا لما الطفلة بقى هي عمرها كان حوالي 5-6 سنين بدأت إن هي تبلغ والكلام ده كله. الشرطة طبعا عرفت من التحريات ان هم قتلوا بعض، يعني مش جريمة حد خارجي او كده يعني. ومصير البنت دي انه اخدوها وحطوها في ملجأ للأيتام. فبعد فترة كده يعني ما كانش ليها اي حد، ابوها وامها ميتين ما كانش فيه اي حد، لكن لاجل حظها ومن محبة ربنا ليها ان كانت الام المسؤولة عن دار الايتام هي ست مسيحية ومتدينة جدا. فكانت كل اسبوع لازم تروح الكنيسة وتتناول وتخلي بعض الاولاد اللي موجودين في الدار مسيحيين يحضروا مدارس الاحد وكده. فالبنت شافت في مرة الولاد كل شوية يروحوا وهي مش بتروح، فقالت لها انا عايزة يعني اكون معاهم، يعني خدت على العيال وعايزة تروح معاهم في اي مكان. فروحنا رايحين الكنيسة، قالت لهم اروح معاكم، فقالت لها تعالي. وفعلا خدت الطفلة للكنيسة، كان يوم حد وحضروا القداس، وبعديها كانوا المفروض ان هم زي ما هم متعودين يحضروا مدارس الأحد في التوقيت دوت. البنت ما تعرفش أي حاجة عن المسيح ولا الكنيسة ولا القديسين ولا تعرف أي حاجة خالص عن المسيحية، يعني بما أنها اتربت في بيت غير مسيحي فده طبيعي. فلقيتهم هيقعدوا علشان مدارس الأحد، قالت عايزة أقعد معاهم. فالأم اترددت شوية وبعدين قالت لها أنا عايزة أقعد معاهم. قالت لها طيب ماشي، لكن الخادم اللي المفروض يديهم في مدارس الأحد ميلت عليه الأم ديت وقالت له أرجوك خليك يعني صبور كده معاها، لأنها ما تعرفش أي حاجة عن المسيحية ولا تعرف المسيح ولا تعرف العذراء ولا القديسين ولا أي حد خالص. فمعلش يعني لو سألت أي حاجة أو يعني ما توجهش ليها أسئلة لأنها ما تعرفش أي حاجة وكده. فقال لها لا خالص ما فيش أي مشاكل. فالخادم بعد ما الولاد قعدوا كده فهو عايز يدي الدرس او يدي لمحة عن السيد المسيح يعني. ففكر الخادم ازاي يعرف الطفلة دي على السيد المسيح. فكان معاه صورة صغيرة في جيبه للسيد المسيح، فطلعها وبدأ يسأل الأطفال ويقول لهم مين فيكو يعرف مين صاحب الصورة ديت. ففوجئ الخادم ان الطفلة الغير مسيحية رفعت ايديها عشان تجاوب على السؤال. فالخادم صراحة اتعجب جدا وقال ازاي يعني ده الام المسؤولة عن الدار بتقولي ان هي متعرفش حاجة. لكن كان متشوق جدا عشان يسمع الإجابة بتاعتها. فقال لها حبيبتي انت عارفة؟ قالت له ايوه عارفة الإجابة. فقال لها طب قومي قولي الإجابة. قالت له الراجل اللي في الصورة ده جالي
ساعة ما بابا ضرب ماما بالنار وضرب نفسه، وانا كنت ببكي وقاعدة خايفة، جالي وفضل طول الليل حاضني لحد ما طلع النهار وبدأت الناس تيجي وتلحقني. فانا عارفاه عشان هو جالي، لكن معرفش اسمه ايه. فطبعا كان درس كبير جدا للخادم وللأم رئيسة اللي مسؤولة عن دار الأيتام. كان اختبار روحي جميل جدا، قد ايه ربنا حنين قوي، حتى لو كانت طفلة غير مسيحية لكن حس بيها ان هي خايفة وان مفيش حد جنب منها، فتنازل ونزل من السما وفضل حاضنها طول الليل مطمنها لحد ما النهار طلع وبدأت الناس تدخل وتشوف اللي حصل وتشوف البنت وكده. فربنا فعلا ما فيش أحن منه، ما بال بيعمل كده مع الناس اللي ليس دعي عليهم اسم الله، ما بال بقى احنا اللي دعي علينا اسمه القدوس. لما نيجي نطلب منه حاجة بإيمان هيقول لك حاضر، مادام هي لا تعارض مع مشيئة الله وإرادته. صليت كتير، اتكل بقى على ربنا وسيبوا الباقي عليه، لأنه مفيش فعلا أحن من ربنا يسوع المسيح. بركة أمنا العذراء مريم وكل الشهداء والقديسين تكون مع جميعنا. بكده وصلنا لنهاية اختبار الروحي بتاع النهاردة. أتمنى من كل قلبي يكون بركة لكل اللي سمعوا، واذكروني في صلواتكم، متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لغيرنا وياخد بركة. وسؤال النهاردة، صورة وأيقونة الست دميانة بيبقى حوالين منها كم عذراء؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات. ده سؤال النهاردة وانا بجاوب على كل التعليقات. واذكروني دايما في صلواتكم، محتاجة جدا صلواتكم الايام ديت. دايما اذكروني في الصلاة وقولوا الرب المجد يسوع المسيح فرح صاحبة القناة. واشوفكم باذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة من قناتكم